هاتوا لنا اسامه تاني يا جماعه نتكلم نفهم منه بس. يعني كان المحافظ مش موجود ال يعني والمدير الامن كان دايما زمان الكابتن لطيف الله يرحمه في كل ماتشات بتاعه الاستاد كان حتى الناس بتقعد يعني مش تتريق ولكن تضحك، يعني كانت حاجه طرفا. كان دايما يذكر مدير الامن ويشكر المحافظ. ده طبيعي، كان دايما في كل الماتشات كنا بنشوفها زمان واحنا صغيرين، يشكر الامن ومدير الامن والمحافظ، لان دايما كانوا موجودين في الماتشات دي. فحاجه غريبه جدا بصراحه. وانا مش عارف، انا ما سمعتش بصراحه اذا كان المحافظ السابق يعني اتكلم ايه وجهه نظر، يعني هو يقعد في بيته او يقعد في المكتب بتاعه وما يروحش الماتش ما يتابعش، ولا المدير ان هو يقعد جوه الملعب جوه الاستاد. حتى الضباط بتوعه لما يشوفوه جوه هيبقى فيه نوعا ما شده شويه، ما اعرفش. لكن حاجات كلنا طول عمرنا اتربينا دايما المذيعين يقول لك ما بنشكر مدير الامن والمحافظ على الاهتمام وانت مش عارف ايه والكلام اللي بيحصل ده. ماتش غبي غريب جدا وما حصلش فيه اي حاجه من الكلام ده. ده طبعا لقطات امبارح تجمعات، كله كان مستني القطر اللي هيوصل من بورسعيد اللي كان فيه المصابين طبعا والجماهير الالتراس الاهلي او جماهير الاهلي بشكل عام. طيب احنا معانا دلوقتي ناخد قرارات المؤتمر الصحفي في النادي الاهلي، هنسمعها مع بعض من الكابتن حسن حمدي من المؤتمر نفسه. شريف شعبان هناك، نسمع مع بعض يا جماعه. في النهايه موضوع دوت ان احنا 40 يوم النادي الاهلي قرر 40 يوم حداد للنادي الاهلي للشهداء. الموضوع ان انا مش وكيل محافظ او مدير امن، انا بطلب تحقيق او مجلس الاداره دي قراراته والمسؤوليه السياسيه والجنائيه اللي حدثت للجماهير اللي ادت الى موت شهداء النادي الاهلي. عشان كده احنا قدمنا للنائب العام طلبة انه يبد انه يتم تحقيق، والتحقيق يبقى بأسرع وقت ممكن. ومن عندنا كنادي لجنة قانونية، مستشار محمود فهمي رئيس، والمستشار رجائي عطية، مستشار أسامة أنديل، ومستشار أكسم بغدادي. دولة مستشارين النادي ان هم يتابعوا هذه التحقيقات عشان نقدر ان احنا نجيب حقوق الشهداء ونحاسب الناس اللي تسببوا في هذه الكارثة الرياضية اللي حصلت امبارح. ويمكن طلبنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتم معاملة الشهداء للرياضة في النادي الأهلي مثل معاملة شهداء الثورة. نفس الوضع بالنسبة للمصابين، أن يتم معاملتهم مثل ما تم معاملة الثورة، مصابي الثورة. بالنسبة للشهداء قررنا أن يكون في نصب تذكاري بأسماء الشهداء داخل النادي الأهلي، ونعتبر اليوم الأول من فبراير من كل عام يوم الشهيد للرياضة في النادي الأهلي. وخدنا قرار إن احنا نعمل حساب بنك للتبرع لأسر الشهداء الخاص، طبعا الخاص بمباراة الأهلي والمصري، وبنفتح التبرع. والنادي الأهلي قرر أن يبتدي ب1,000,000 جنيه يتحط في هذا الحساب. احنا اعتبارا من بكرة بنقبل أو نستقبل كل الجهات الرسمية عايزة تعزي
النادي الأهلي في شهدائه اعتبارا من الساعة 4 للساعة 9 كل يوم لمدة 3 أيام. الحقيقة الأحداث دي طبعا زي ما بقول مأساة وكارثة في الرياضة، مش في مصر، في العالم كله. اللي عاش الكارثة دي بقى وشاف ظروفها هم لعيبة الكورة بتوعنا. يعني أنا امبارح قابلتهم، وطبعا أول حاجة حاسس بيهم، حاسس إن الناس جنبيهم بتموت. دخلت أوضة اللبس، في موتى معاهم في أوضة اللبس، طلعوا موتى وشالوهم هم بنفسيهم وطلعوهم من المدرجات. والكابتن سيد يمكن عمل هذا الكلام. وجوه أوضة اللبس كان في جثث موجودة ويطلعوها بره عشان مأساة يعني فكل ما نتمناه ان يتم محاسبة المتسببين في هذه المأساة، واحنا مش هنسيب حقوق الشهداء والمصابين، وبإذن الله هنتابعها سواء عن اللجنة القانونية اللي احنا مشكلينها او مننا كمجلس ادارة او مني شخصيا، عشان اقدر اوصل لكل حقوق ومطالب الشهداء واسرهم. واعتقد دي اقل حاجة ان احنا نقدر نعملها لاسر الشهداء. ادي الاحداث اللي انا مريت بيها والنادي الاهلي مر بيه. اتمنى ان احنا نوصل للهدف بتاعنا، وهو محاسبة كل من قصر في أداء واجبه تجاه الوطن وتجاه مصر وتجاه الرياضة وتجاه النادي الأهلي وشهداء النادي الأهلي. أنا تحت أمركم في أي حاجة أنتوا عايزينها، بس إذا سمحتوا النهاردة إحنا بنتكلم في موضوع واحد، مش عايز أتفرع الموضوع الأخرى. اتفضل. فأين كان طيب ده كان طبعا كلام كابتن حسن حمدي في المؤتمر الصحفي، وهو كان تأكيد على النقاط اللي قالها لنا شريف شعبان، كلها نفس النقاط ونفس الكلام، وطبعا التأثر باين. واتكلم على امبارح وان اللعيبه على فكره في حاله نفسيه صعبه جدا. النهارده في لاعبين راحوا النادي زي ما شريف قال في تقرير شريف اكرامي، ابو تريكه، عماد متعب، بركات. زي ما سمعت برضو من زمايلنا هناك ان ابو تريكه كان عايز يطلع للجماهير يتكلم معاهم، ولكن متعب مسكه يعني وقال له لا خليك عشان الناس ما ما اعرفش، لكن متعب يعني ما حاش ان هو يطلع بره، وقعدوا في جوه النادي كلهم بيتكلموا مع بعض عن الاحداث. وطبعا يعني شعور غريب جدا راجل يلعب كوره، وزي ما كابتن حسن حمدي بيقول فجاه يلاقي جثث قدامه وجثث اولاد صغيرين كلهم في تاثر. امبارح سمعنا طبعا مكالمات للعيبه كتير جدا خصوصا بركات اعتقد ومتعب، كان في تاثر مش طبيعي، وده حقهم. يعني واحد بيشوف حد ميت قدامه ولد صغير بيشجعه، يعني ما بيعملش حاجه ان هو بيشجع النادي الاهلي يموت عشان كوره. فطبعا اعتقد دي هتفضل يعني واقفه في انا صعبه، يعني متهيألي الواحد يلعب كوره تاني، يعني هتاخد وقت منه شويه كتير.